يدل على ثقة المواطنين في مشروع ديالك السيد الرئيس. كنا معك انت غارس يا عاسس يا ولد الناس غارس. السيد الرئيس اعطاوك المغاربه الثقه واعطاوك الحكومه ديال حزب التجمع. رئيس حزب التجمع الوطني الاحرار هو اللي سير حكومه صاحب الجلاله على الصعيد الوطني. هذا شرفكم انتم اهل الصحراء، شرفكم انتم يا ساكنه الداخله. هذا كيبين لكم عن السي عزيز خلود جاي بادي السيارات ديالو الجهات بادي بالداخله باش عارف عنكم تستاهلوا. هذا كيبين عن حزب التجمع الوطني الاحرار اللي البارح بعض الناس كيتكلم على الرئيس ديالنا نقي، حتى الموظفين مساكن الى الحكومه زادت لهم ولا كيقول عنها رشوه عطيتها الحكومه. هذا اش خاصو؟ هذا اش خاصو؟ بين المغاربه عنهم. ماني ما اقدرش نقول لكم جاب لنا المشاكل مع جيراننا ومع الدول اللي معترفه مع بالصحراء المغربيه، يجي دابا يعطينا الدروس. حنا نقولوا له خاص يمشي يشد تسبيحه ويجلس دارو. شي ديال التشويش على العمل الحكومي، ودابا ما بقاش تشويش على العمل الحكومي ولا تشويش على المغرب. وبصراحه ذاك النهار عقلتها في واحد الاجتماع مع البرلمانيين اشياء تخربيق. اما كاين مخربقين ديال بصح في السياسه خصهم يعترفوا بها ونعرفوهم فين هما وفين كاينين، وخليو الناس اللي بغات تخدم تشتغل وتزيد الامام. اولا شكرا السيد الرئيس، غنشكرك على جوج حوايج. اولا لانك رديتي الاعتبار للشباب المغرب، وغنعلن من هذا المنبر التضامن ديالي مع شباب واحد الحزب اللي واحد شاب منهم كان صديق ديالنا تنعرفوه مناضل. حنا ما عندنا مشكل مع حتى شي حزب. كان واقف مورا الامين العام ديالو وسولوه قالوا ليه كون نفسك واش غادي يكون عنده شي حظوظ. سمعتوا اش قال لهم؟ قال لهم هذا الا جرى غيكون مدير مقر. فبالتالي من هذا المنبر تنعلن التضامن ديالي مع الشباب ديال هذاك الحزب، وتنحييك السيد الرئيس لانه اعدت الاعتبار للشباب ديال الاحزاب. وانا كنتذكر يوم تم التعيين ديالي من طرف سيدنا الله ينصرو، عيطوا لي جميع الشبيبات الحزبيه وتيقولوا لي شكرا للسي عزيز خنوش لانه راجل بقى في كلمته، ولانه نهار قال لنا في مراكش فيكم اللي غيكون برلماني. طلعت من هذه الجهه برلمانيه شابه هي كاينه معنا، ليلى اهل سيدي مولود، تحيه لها. لانه نهار قال غادي يكون فيكم رؤساء جماعات، طلع عندكم الراغب حرمه الله رئيس جماعه. لانه نهار قال بانه غيكونوا فيكم وزراء، طلع واحد من ابناء المغرب العميق لا يشفع له الا انه مناضل معكم، وزير في حكومه جلاله الملك. فبالتالي هادو هما الاخلاق ديال التجمع الوطني الاحرار، وهذه هي الكلمه ديال التجمع الوطني الاحرار. واليوم كل ما اشتدت الضربات تنعرفوا بانه حنا محسودين عليكم نتوما، لانه كيشوفونا ملي كننزلوا للميدان وكيجي الرئيس ديالنا تتستقبلوه بهذاك الاستقبال الحار وتتحيوه مثل هذه التحيه اللي غادي يسمع دابا. فبالتالي تيحسدونا لانه عندنا مشروعيه ديال الميدان وعندنا مشروعيه ديال الانجاز، لانه عندنا المغاربه وفينا، لانه بدلنا المفهوم البائس ديال العمل السياسي اللي كانوا كيديروه قبل، ديال ان السياسه كانت عندهم شعارات. اليوم عزيز خنوش غير مفهوم السياسه في البلاد، ابى من ابى وكره من كره. ربطنا الوفاء بالالتزام. ايها الاخوات والاخوه، اليوم خلوني نتحدث لكم على مسار المغربي، مسار المواطن اللي كان الشق الاجتماعي غايب على السياسات العموميه في بلادنا. سيدنا الله ينصرو خطب في 2016 وتكلم على انه بلادنا نعم حققت الشيء الكثير في القطاعات الاقتصاديه وفي البنيات التحتيه، ولكن باقي ينقصنا
الشيء الكثير في الجانب الاجتماعي. هذه الحكومة جاءت للاستجابة للتطلع ديال سيدنا الله ينصرو. اليوم هذه الحكومة تهتم بالمواطن المغربي من المهد الى الشيخوخه. ملي تيتزاد المواطن المغربي اليوم وهو تيكون الانسان في صلب الاهتمام ديال الحكومه. الصرخه الاولى تياخذ عليها المواطن، داك الطفل، داك المولود الجديد، ديك منحه الولاده، تيكبر تيولي طفل، تيدخل المدرسه، الاسره ديالو تاخذ عليه الدعم الاجتماعي، تيقرا في مدرسه الرياده، تتكون عنده عنايه طبيه في احسن المراكز الصحيه اليوم اللي عندنا، تياخذ الدعم ديال الكتب المدرسيه كل دخول مدرسي، تيقرا في احسن المناهج التعليميه، تيتخرج. الحكومه وجدت ليه دعم التشغيل، وجدت ليه دعم المقاولات الصغرى والمتوسطه، وهو شاب كياخذ جواز الشباب، تيستافد من الفن ومن الثقافه ومن الرياضه، عنده ملاعب القرب، عنده فضاءات ديال الترفيه اللي اليوم تنشوفوا يوم بعد يوم في المدن اللي كنسيروها. عندنا التعليم الاولي اليوم تيستافدوا منه 80% من ابناء هذا الوطن. تاخذ 4 مليون اسره دعم اجتماعي مباشر، تستافد 4 مليون اسره من لا متضامن، تيكبر عنده المعاش ديالو ديال الشيخوخه اللي تمت المراجعه ديالو. هذه هي الحكومه الاجتماعيه. بالله عليكم الا ما كانتش هذه هي الحكومه الاجتماعيه، فاي حكومه من هذه الحكومات الماضيه ممكن نسميوها حكومه اجتماعيه؟ بالله عليكم علاش تيحاولوا يغطيو هذه الحقيقه باش يزرعوا في الياس وباش يزرعوا السلبيه في المجتمع المغربي؟ ولكن بغيت نسولكم، واش غادي ينجحوا ولا لا؟ واش ناجحين باش يزعزعوا العزيمه ديالنا ولا لا؟ سنواصل. بغينا نسمعوا من الداخله بانهم مواصلون. سنواصل العمل ديالنا، سنواصل الافتخار بعزيز خنوش، سنواصل الاعتزاز باكبر حكومه اجتماعيه عرفتها تاريخ البلاد، حكومه حاصله على اكبر عدد من الاصوات في تاريخ العمل السياسي في البلاد. فبالتالي الاخوات والاخوه، دعوه لنا جميع انه نحافظوا على الايجابيه، على خطاب الامل، وعلى انه المستقبل مستقبل التجمع الوطني الاحرار في مختلف مناطق المملكه. اخوات والاخوه، سنواصل 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 سنواصل. اخوات والاخوه، سجل يا تاريخ بان حكومه عزيزه خنوش هي الحكومه التي انتصرت للاراده الملكيه للتغطيه الصحيه. سيسجل التاريخ انه ما عمرناش فينا المغاربه، ما عمرنا سفينا حتى هذاك اللي كيختلف معنا، ما عمرنا سئنا الوسائل الاعلام، ما عمرنا سئنا الصحفيين، ما عمرنا سئنا لاي دوله من الدول اللي اليوم تتربطها معنا صداقه. فبالتالي اليوم تنشكرك السيد الرئيس وغنختم بها، لانه في اكادير واحد الوقت بحماس الشباب قلنا لك هذاك السيد خصو يمشي بحاله، السياسه ماشي ديالو، وقلتي لنا لا خليوه باش يكون مؤشر للفشل. والمغاربه اليوم عرفوا ما معنى انه يكون مؤشر للفشل، عرفوا بانهم ما كيحترمهمش. سيدنا الله ينصرو اللي كنستمدوا منه الاخلاق ديال العمل السياسي والعمل ديال الاحزاب كيفاش خصها تكون، يخاطب الشعب بانه شعبه العزيز. هذا الشعب يستحق الاحترام، ومن لا يحترم المغاربه لا يستحق ان يحترم. والحمد لله على انه تربينا داخل مدرسه الاحترام، داخل مدرسه الاخلاق، داخل مدرسه التجمع الوطني الاحرار. شكرا لكم على هذه الصوره الرائعه اللي غادي تسجلها التاريخ. شكرا